السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكشف لكم عن ديانة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والسر في تأييد أمريكا، تأييد مطلق وتأييد غريب لإسرائيل في هجومها على قطاع غزة وإبادة قطاع غزة. فدلوقتي نكشف لكم على ديانة وزير خارجية أمريكا اللي هو أنتوني بلينكن. أنتوني بلينكن اللي انتم شايفينه ده في الصورة ده يهودي الديانة، يهودي أب وأم، أبوه الأب والأم يهود. وليه تصريح مهم، قال إن اللي بيحصل في غزة ده لازم عقاب شديد، لأن جده عانى من النازية. جده طبعا يهودي، فبيقولوا ان هو عانى من النازية بتاع ألمانيا وكده، فبيشبه الشعب الفلسطيني او شعب غزة بانهم نازيين زي الألمان. مع انه هو دلوقتي واقف مع الألمان، والألمان واقفين معاه في ضد فلسطين. يعني الاثنين واقفين مع بعض يد واحدة ضد الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال وإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. وكمان عندنا طبعا في ناس هتستغرب ازاي هو يهودي وهو اصلا في منصب وزير خارجية امريكا. ده عادي جدا، بدليل ان اوكرانيا دولة مسيحية ارثوذكسية بنسبة 97%، ورئيسها اللي هو زيلينسكي يهودي الديانة. فده شيء عادي ان هم يولوا، مع ان اليهود في اوكرانيا نسبتهم 1% فقط من تعداد الشعب الاوكراني. فده يعني المصلحة هي اللي بتغلب على الموضوع، والنصارى واليهود بيجتمعوا الاثنين على المسلمين ضد المسلمين وإبادة المسلمين. فدي كانت ديانة وزير خارجية أمريكا، وهو ده السر لتأييد أمريكا بشكل مطلق وشكل غريب جدا لإبادة شعب غزة الضعيف، وحتى لا يراعوا حرمة الأطفال ولا النساء، مع أن كل دي جرائم حرب. والسلام عليكم ورحمة الله.